سنة 2005 دخل عصابة من 34 شخص للقابو ديال البنك سنترال بالبرازيل، غيسرقوا 164 مليون ريال برازيلي، أي 80 مليون دولار تقريبا. تعتبر أكبر عملية براكاج في تاريخ البرازيل. الغريب هنايا هو القابو البنك مجهز بكاميرات مراقبة وفيه نظام أمني مشدد. تستمر تحقيقات الشرطة لسنوات. بزاف من هاد العصابة يتمناو لو كان ما شاركوش في هاد العملية، حيت ما غيكونوش مستهدفين غير من الشرطة، بل يكونوا عرضة لاستفزاز الشرطة الفاسدة، وغيكونوا مستهدفين حتى من العصابات، حيت يوليو يبانوا ليهم دي ملياردير. شحال منهم يخطفوه ويطلبوا الفدية من العائلة ديالو، وكاين فيهم اللي غيخطفوه وغيقتلوه في الأخير. هادشي كامل نشوفو في هذا الفيديو، تبعوا معنا حتى الاخر باش تفهموا القصة مزيان. أغسطس 2005 مع 8 الصباح، الشرطة تلقى واحد الاتصال من البنك سنترال اللي كيتواجد في مدينة فورتاليزا، تيقول فيه بلي البنك تسرق. هادشي اللي غيصدم البوليس، حيت عارفين البنك سنترال فيه أجهزة نظامية مستحيل تخطاها الواحد. داك النهار كان اثنين، أي بعد نهاية عطلة الأسبوع. من بعد ما غيدخلوا العمال للبنك ينزلوا للطابق السفلي فين كيحطوا الفلوس، يتفاجئوا بحفرة كاينة في الأرض، حفرة صغيرة بزاف. أول حاجة غيسولوا عليها البوليس شحال ديال الفلوس تسرقوا، يجاوبوهم بلي ما عارفين شحال، ولكن تكون أكثر من 100 مليون ريال برازيلي. ولكن من بعد ما غيحسبوا غيلقاو 80 مليون دولار اللي تسرقات. البوليس ما غيعرفوش واش يدخلوا من ديك الحفرة ويشوفوا فين توصلهم، ولا يطوقوا المنطقة كاملة. فياخدوا قرار باش يدخلوا الحفرة ويشوفوا فين تخرجهم. يتطوع واحد من الشرطة حيت هو اللي رقيق فيهم، وغادي يدخل لديك الحفرة. من بعد ما غيدخل لديك الحفرة يبقى غادي في واحد النفق. كان نفق مدور بالخشب، كانت فيه انابيب تهويه وفرفارات، وبولات كانوا ديال الضوء مازالين شاعلين. يبقى غادي وسط من داك النفق لساعه ديال المكانه على طول 70 متر. يبقى غادي بشويه وخايف لي يتفاجئ بشي حاجه. من بعد ما غيوصل للنهايه ديال النفق غيلقى سلم كيطلع الفوق، غيجبد السلاح ديالو غيطلع داك السلم، غيحل الغطاء ديال النفق، غيلقى راسو خارج في واحد الدار، غيتاكد ما كاين حتى واحد. من بعد ما غيطلع غيلاحظ واحد الغبره بيضاء مرشوشه على الدار كامله. ديك الغبره كتمسح البصمات، والكرفي في كل بلاصه، والبيوت عامرين بالخناشي ديال الرمله. ملي غيطل من الشرجم غيلقى الدار قريبه من البنك 70 متر تقريبا. غيعيط على الشرطه وغيعطيهم الموقع ديال الدار فين كاينه، وغيجيو لتما. القصه كامله بدات من ديك الدار اللي كانوا دايرينها على اساس الشركه ديال العشب الاصطناعي. من بعد ما الشرطه يدخلوا غيلاحظوا بلي كاين قاسم مشترك بين هذه العمليه وعمليه كانت وقعت في 2004 في ساو باولو، المدينه اللي كانت معروفه بالسرقه والعصابات. كانوا كراو ديك الدار وغيصبغوها بالخضر وغيسجلوها باللي شركه لصناعه العشب الاصطناعي باش يكون تمويه للرمله اللي غيخرجوا من الدار. بالنسبه للنفق يصوبوا له واحد الغطاء اللي كتماشى مع الارضيه باش حتى الا بان شي واحد على غفله يغطيوه وما يشوفوا والو. الطول ديال النفق كان تقريبا 70 متر، حفروه بادوات يدويه عاديه، بلاو الفاس حتى ما يديروا الصداع، واستخدموا اكثر من 900 خشبه على طول النفق، وكانوا مدوزين من وسطو تيو ديال الماء الشرب وانابيب التهويه، فرفارات وبولات ديال الضوء. واللي واعره في هذا النفق هذا حتى الخيط ديال الضوء دوزوه باش يكون تواصل بين اللي كاينين في الدار واللي كاينين في النفق. كانوا فرق كيتكونوا من 7 ديال الناس يخدموا ليل ونهار ما كيوقفوش. اكبر مشكل كان عندهم هي الرمله. هنايا يقرروا يعمروا البيوت بالخناشي، والبيت اللي عمرها تيدوزوا للبيت الاخرى حتى تولي الدار كامله عامره بالخناشي ديال الرمله. كان نفق تحت الارض مستقيم الا في شي بلايص باش يتجنبوا القوات ديال الصرف الصحي. من تما يستمر النفق حتى القابو ديال البنك. كان القابو ديال البنك فيه معدات بزاف باش كيخدموا. وحده من هاد المعدات الرافعه باش كيهزو كيحولوا الصنادق اللي عامرين بالفلوس. كل صندوق كيوزن نص طن، داكشي علاش كانوا كيخدموا الرافعه. هاد الرافعه ملي كيساليو منها الموظفين عندها بلاصه فين كتكون، ولكن نهار الجمعه ملي سالوا الموظفين وقبل ما غيمشيو غيخليوها جنب الحفره اللي غيدخلوا منها الشفاره. هادشي اللي غيخلي الرؤيه تحجب على الكاميرات. البوليس يشكوا في هاد الصدفه اللي غريبه، هادشي اللي غيخليهم يقولوا باللي كاين شي حد معاون معاهم من داخل البنك حتى يحجب الرؤيه على الكاميرا.
وحاجه اخرى، هو عاده الصنادق تيكونوا ملاصقين مع الحيط، ولكن يلقاو باللي ديك الجهه منين دخلوا كاينه واحد الفجوه صغيره بقات بين الصنادق والحيط. هادشي اللي خلاهم يتحركوا بلا ما تشوفهم الكاميرا. كانوا 5 ديال الكاميرات من المفروض يغطيو جميع جنبات القابو، ولكن واخا هكاك كانوا شي نقاط عمياء ما قبطتهمش الكاميرا، منهم هاد الممر اللي بين الحيط والصنادق. كانوا هادو وحده من العيوب الامنيه اللي عرفوا كيفاش يستافدوا منها. كان نظام امني اخر اللي هو مستشعر الحركه، ولكن ما غاديش يقبطهم بسبب الوضعيه اللي كان محطوط بها. كان خاص المستشعر يكون على الحيط، ولكن هما لصقوه في السقف، والسقف كان عالي، داكشي علاش ما غطاش جميع المناطق ديال القابو. هادشي اللي كيبين باللي الشفاره كانوا عندهم معلومات سريه على اجهزه ديال الامن ديال القابو اللي كان من المفروض ما تكون عند حتى واحد من غير الناس اللي خدامين في القابو والناس ديال البنك. بهاد المعطيات كامله الشرطه تبني واحد الفرضيه على هادشي اللي وقع، وباللي الشفاره دخلوا اول مره للقابو نهار الجمعه بين 6 و 7 ديال العشيه، وهذيك هي اخر ساعه ديال الخدمه. ملي سدوا العمال الطبق السفلي وكانوا كيستعدوا باش يمشيو بحالهم، يعني مازال ساعات العمل عندهم مسالات، والمستشعر مبرمج على 7 باش يخدم. داكشي اللي غيخلي البوليس يقولوا باللي ديك الفتره ما بين 6 و 7 ديك الوقيته القصيره هي فاش دخلوا للقابو ورتبوه كما بغاو. اول حاجه هي حجبوا الحفر على الكاميرا وغيدرقوها بالواح اللي عندهم الروايد، وشافوا الممرات اللي غيدوزوا منهم. هادشي خلاهم يشكوا باللي كاين شي عامل او حارس كيعاونو، ولكن ما قدروش يعرفوا شكون. اما بخصوص الشفاره كي غيدخلوا يبداو يديروا الفلوس في الخناشي. كانت الليله ديال الجمعه، داكشي علاش كان عندهم العطله كامله يهزوا اللي بغاو براحتهم بلا ما يشوفهم شي واحد. يطلعوا 330 خنشه كامله عامره فلوس. البوليس يبداو التحقيق ديالهم مباشره من بعد ما غيجيو. اول حاجه غيحققوا فيها هي الشركه والدار بسميت من. غيلقاو الرخصه ديال الشركه مسجله بسميت باولو سيرجيو. يشوفوا التصويره اللي في الرخصه تجيهم صعيبه تعرفوا على الملامح ديال الوجوه، حيت كندير الطاقيه وما بينش مزيان. جاتهم غريبه كيفاش قبل وزير التجاره تصويره بحال هادي. غيقولوا يمكن رشا شي واحد باش دازت له الرخصه. البوليس يسولوا الجيران على صاحب الشركه، يقولوا باللي كان ظريف واجتماعي وكيضحك مع كلشي. هادشي اللي خلى الجيران ما يشكوا في والو. باش بدا الشرطه التحقيق في وكالات اللي كيبيعوا الطوموبيلات والشاحنات، حيت عرفوا بلي الفلوس اللي سرقوا كتوزن 3 طن ونص. دونك يحتاجوا فين يهزوا هاد الفلوس كامله، سواء الطوموبيلات او الشاحنات. ملي يبحثوا في صفقات البيع يلقاو واحد الشركه سميتها بريليكار باعت شي طوموبيلات بقيمه مليون ريال برازيلي، تقريبا شي 400 الف دولار. تخلصات فيهم كاش، واللي شراهم واحد سميتو جوزي تشارلز. كانت عنده شركه ديال توصيل السيارات سميتها جي اي. من المنطق يشري الواحد هذا العدد ديال الطوموبيلات، ولكن الخلاص كيكون عن طريق البنك حيت المبلغ كبير، ولكن هو خلصهم كاش. هنا يشكوا بلي كاينه شي حاجه. يصيفطوا فرقه للشركه ديال تشارلز، ولكن يتفاجئوا ملي تقول لهم السكرتيره بلي سافر مع الشيفور ديالو باش يوصلوا شي طوموبيلات لساو باولو. ينفوا البوليس يسمعوا ساو باولو يقولوا هاد عمليه التوصيل عندها علاقه مع البراكاج ديال البنك، حيت معظم الشفاره كانوا من ساو باولو اللي بعيده على فورتاليزا ب 3000 كيلومتر. يحددوا مكان الشاحنه وغيراقبوها. شويه تجيهم معلومات باللي الشاحنه وقفت في واحد البوست ديال البوليس على طريق السياره في ولايه ميناس جيراس. غيعتقلوا الشيفور وتشارلز. السؤال اللي كيتطرح هنايا هو علاش الشيفور سلم الشاحنه للبوليس؟ الشيفور كان داخلو الشك من الاول بلي ديك السفيره فيها شي حاجه. اول حاجه صوناولو النهار ديال الروبو ديالو، من بعد قال له مالك الشركه اللي هو تشارلز بلي غادي يمشي معاه، وهادشي اللي عمره وقع. ملي كانوا في الطريق لاحظ الشيفور شي تصرفات كيديرهم تشارلز يدخلوا التناوي، حيت في الطريق تشارلز يوقف بزاف ديال لي ستاسيون باش يهضر في التليفون العمومي. واحد ستاسيون تشارلز يهبط باش يهضر في التليفون، الشيفور يهبط يقلب الطوموبيلات يلقاهم عامرين بالفلوس. هنايا قرر باش يوقف عند البوست ديال البوليس ويسلم الشاحنه، سيرتو هو ما عنده حتى شي حاجه في هادشي كامل، يولي غادي غير مزرف. البوليس ملي غيعرفوا الشيفور ما عليه والو يطلقوه. تشارلز غيضغطوا عليه باش يقول لهم منين جاب هاد الفلوس. يقول لهم بلي هاد الفلوس هادو ديال خويا، هو اللي عطاهم ليا وقال لي وصلهم ساو باولو.
غيقول لهم السميه ديال خوه اللي هو ماركو روجيريو، واحد من زعماء التهريب المخدرات في ساو باولو. غيوريو تصويرتو لتشارلز، غيقول لهم هو هذا. في ديك اللحظه غتوقع شي حاجه في مطار فورتاليزا. شي وحدين شراو بزاف ديال لي بيي ديال الطياره غاديين لساو باولو، وخلصوهم كاملين بورقه ديال 50 ريال برازيلي. البوليس توصلهم قائمه ديال الركاب الطائره، وغيتعرفوا على شي وحدين فيهم واخا هما كانوا مزورين الاسماء ديالهم. من خلال التصاور غيعرفوا الاسماء الحقيقيه ديالهم، اللي هما ديفيد سيلفانو وجوزي ألميدا سانتانا اللي معروف ببيدروبو، لويز فرناندو وريبيرو اللي معروف بفرناندينيو. واحد الليله غيجي اتصال الشرطه على واحد الشاحنه واقفه في واحد البارك ايام هادي. الشرطه تمشي لديك الشاحنه وغيقلبوها، غيلقاو وسط منها ميكات كبار وفيسان الفاس وشي حوايج اخرى. ملي يهضروا مع حارس ديال البارك غيوريوه شي تصاور. هنايا غيتعرف على واحد من دوك التصاور وغيقول لهم هو اللي كان كيجيبها وكيحطها هنايا يوميا. هنايا الشرطه غتعرف على مشتبه جديد اللي هو موزيس. هاد موزيس كان فايت ليه مجبود في واحد القضيه معروفه في البرازيل ديال شي سجناء هربوا من الحبس. تقريبا كانوا شي 53 واحد اللي هرب، وكان موزيس معاهم ومتهم براكاج ديال واحد الشركه سميتها ترونز بانك ساو باولو في سنه 2004 اللي كنا هضرنا عليها قبيله. وقلنا باللي البوليس شبه هاد العمليه ديال بنك سنترال بعمليه وقعت في 2004 في ساو باولو، اللي هي هذه اللي وقعت للشركه ديال ترونز بانك، وكان مويزيس واحد من المتهمين في هذه القضيه. غنرجعوا عند تشارلز مالك الشركه ديال التوصيل. البوليس يلقاو عنده واحد الكارني فيه نوامر ديال التليفون بالاسماء. الشرطه يتيرها واحد الاسم اللي هو بيغ بلاك. يكتشفوا التحقيق في هذه النمره يلقاوها معيطه تقريبا 4 ديال المرات النمره اللي لقاو في الرخصه ديال الشركه الوهميه. من بعد يتعرفوا على الاسم الحقيقي ديال بيغ بلاك اللي هو أنطونيو أديمار، اللي كان عنده سجل جنائي وكان كيعرف خو تشارلز. يعرفوا العنوان اللي كيسكن فيه في مدينة بواغيم، ولكن ما غيعرفوش هو فين كاين. فيبداو يتبعوا الموقع ديالو بالضبط فين كاين من خلال التليفون ديالو. أنطونيو غيتصل بواحد المرأة ممكن تكون المساعدة ديالو، وغيطلب منها باش توجد ليه 900 لاستيك. هنايا الشرطة تعرف باللي كيفرقوا الفلوس اللي سرقوا. في نفس الوقت يقدروا باش يحددوا فين كاين أديمار. فيمشيو جوج ديال البوليس بزي مدني وغيجلسوا في واحد القهوة قبل ديك الدار اللي فيها أديمار. شوية غادي يخرجوا جوج من ديك الدار، غيتمشاو شوية وغادي يوقفوا. واحد غادي يقول للاخر شي حاجة في ودنيه، وغيبقاو يشوفوا في البوليس بحال عرفوهم. البوليس غادي يحسوا باللي راه عرفوهم، يجبدوا السلاح ديالهم وغادي يعتقلوه. غيحاصروا الدار وغادي يعتقلوا كاع اللي كاين فيها. ملي غتدخل الشرطه لديك الدار غيلقاو الفلوس اللي تسرقات من البنك. كانوا الفلوس في كل بلاصه، جنب الحيط، في باليزات، في السكادوات ديال الظهر. وغيلقاوهم دايرين حفره معمرينها بلاستيكات كبار عامرين بالفلوس. غيلقاو تقريبا 12 مليون ريال برازيلي. غيعتقلوا أنطونيو والناس اللي كانوا في الدار، من بينهم واحد سميتو ديفيد. هاد ديفيد كان هو الرئيس ديال أنطونيو أديمار، وهو اللي كان كيفرق الفلوس. هادشي غادي يعرفوه من واحد الدفتر لقاوه عنده. أنطونيو وديفيد يكونوا هما اول وحدين غتقبضهم الشرطه من المنفذين الرئيسيين لهاد العمليه. غيقبطوا معاهم 3 اخرين ولكن ما يكونوش مشاركين في عمليه السرقه ديال البنك سنترال. هاد 3 كانوا غير من رجال ديال ديفيد. خلال التحقيقات اعترف واحد من اعضاء العصابه اللي سميتو ديسيومار باللي عطى رشوه للحارس ديال البنك سنترال، كان صديق ديالو سميتو إيديلسون دو سانتوس فييرا. ساعدهم الحارس باش يعرفوا كلشي على النظام الامني ديال قبول البنك. داكشي علاش استطاعوا باش يتجنبوا كاميرا والمستشعر الحركه. كانوا كيعرفوا حتى على الرافعه والممر منين دازوا بفضل هذا الحارس. الشرطه تجيهم معلومات من ساو باولو باللي موزيس كاين في واحد المنطقه سميتها بونيتو. ملي غيكونوا كيتصنتوا على موزيس
الشرطه تعرف على واحد البنت سميتها لدوينه اللي كانت مصاحبه مع واحد من المنفذين العمليه، ولكن ما عرفوش شكون هو. غيبقاو مراقبين الخط ديالها حتى يتعرفوا عليه، اللي هو رايموندو لورينزو، واحد من اللي مورطين في هذه العمليه. واخا كان تيقي يستخدم هاتف عمومي، وكل مره ملي تيقي يهضر مع صاحبته الشرطه تقدر تحدد الموقع ديالو وغيبقاو مراقبينه. هادشي 10 شهور من بعد ما تسرق البنك. غيسافر لورينزو لمدينه بورتو أليغري، غتبقى الشرطه متبعاه حتى يوصل للمطار. غيتلاقى مع واحد سميتو اليساندرو، من تما يخرجوا من المطار وغيمشيو لواحد الدار. الشرطه تبقى مراقبه ديك الدار، واحد شويه يجيو واحد 3 وغادي يدخلوا، وكل شويه يبقى يجي واحد، حتى غادي يوصل العدد ديالهم 11 واحد. جاو في اوقات مختلفه. هنايا البوليس غادي يقولوا باللي كيخططوا لشي حاجه. شويه غادي يخرج اليساندرو وغيمشي للمحطه ديال الكيران، غيتلاقى مع شي وحدين كانوا كيتسناوه. من تما غادي يمشي وسط المدينه ديال بورتو أليغري وغادي يحطهم في واحد العماره. من بعد البوليس اكتشف باللي راه شراو ديك العماره ب1.5 مليون ريال برازيلي، وغيخلصوا على 4 ديال الدفعات. واللي شراها واحد سميتو فابريسيو، شراها على اساس يدير فيها شركه ديال الحواسيب الالكترونيه. الشرطه غيديروا واحد الدوره في ديك البلاصه، غيلقاو باللي البنايه اللي شراو قريبه لواحد البنك سميتو بانريسول، وفيه بزاف ديال الخزائن تحت الارض. فالشرطه فهمت باللي كيصاوبوا شي نفاق ومستهدفين به البنك، كان هذا هو الهدف ديالهم الجديد. هاد العصابه ما كانتش مرتبطه في عمليه ديال بنك سنترال، ولكن شي اعضاء منهم هما اللي نفذوا ديك العمليه، وهما اللي خلاو الشرطه تعرف هاد العمليه اللي كيخططوا ليها دابا. البوليس يشريو واحد البنايه مقابله مع البنايه فين كاينه العصابه باش يراقبوهم. غيبقاو مراقبينهم كاميرات وباجهزه اللي متوفره عندهم بجميع الزوايا. كانوا دوك افراد العصابه كيتظاهروا باللي راهم خدامه، وكانوا كيديروا راسهم كيرمموا ديك البنايه، وكانوا لابسين اللباس ديال الخدامه ودايرين الكاسك باش ما يشكوش فيهم. الشرطه تلاحظ باللي كيخرجوا بزاف ديال الكرفي، يعرفوا باللي الرمله هذيك. الرئيس الفرقه ديال البوليس يقول لهم سيروا قلبوا دوك الطواروات ديال الكرفي، الا كانوا فيهم الطوب والسيمه عرفوهم يلاه بداو النفاق، وإلا كانت الرمله عرفوا باللي راه بداو النفاق، وإلا كانت الحديد والخرسانه عرفوا باللي راهم وصلوا للقابو ديال البنك. كانت الخطه هي يراقبوهم حتى يقربوا يوصلوا للبنك، تما يدخلوا ويعتقلوهم. ولكن توقع شي حاجه اللي البوليس ما كانش ضرب لها حساب. ملي يكونوا كيتصنتوا على التليفونات ديالهم اكتشفوا بلي العصابه كتعرض لابتزاز من شي وحده اللي كانوا عارفينهم شنو كيديروا، وباش ما يفضحوهمش يقولوا لهم تعطيونا حقنا من داكشي اللي غتسرقوا ملي تساليو. البوليس ما قدروش يعرفوا شكون، ولكن من خلال المراقبه اللي دايرين على البنايه يجيو واحد جوج غيطلوا وغيمشي. هنايا يعرفوا بلي اللي كيبتز العصابه هو ضابط شرطه من الضباط اللي فاسدين. هنا البوليس يقرروا باش يدخلوا للبنايه في اسرع وقت. غيحطوا قناصه فوق البنايه كاحتياط حاله طوارئ، وفريق القوات الخاصه يدخل من الباب الرئيسي ديال البنايه. الشفاره ما غيديروا حتى ردة فعل حيت ما كانوش مسلحين، غيستسلموا بسهوله. خلال دقائق غتسيطر القوات الخاصه على البنايه كامله، غيعتقلوا 26 واحد في هذه العمليه، وغيلقاوهم دايرين حفره ونفاق، ويتاكدوا باللي النفاق طبق الاصل النفاق اللي دار في سرقه البنك سنترال. لقاوهم حفروا 78 متر، وبقات لهم 12 متر باش يوصلوا لقابو البنك بانريسول. بين 26 اللي اعتقلوا كانوا يلاه جوج اللي مشاركين في سرقه البنك سنترال، اللي هما رايموند وصاحبه اليساندرو. 2007 بعد عامين على البراكاج ما غيلقاوش شي مشابه فيهم جديد في هذه القضيه، ولكن التحقيقات تكون مازال. كانت الشرطه دايره البحث بحال قبل، يا اما كتصنت على المكالمات ديالهم او مراقبه عائلاتهم. بحال خوسي مارلي كان مربي اللحيه، ما عرفوش في الاول، ولكن يتعرفوا عليه من بعد ما غيشوفوا الزوجه ديالو. غيكون مقصر البيار حتى غيوقف عليه واحد من الشرطه وغيقول له في ودنو معاك الشرطه الاتحاديه سالات اللعبه. هنايا خوسي ملي سمع الشرطه الاتحاديه غادي يغيب، وملي غيفيق غيلقى راسو ضرب ليه المينوط والبوليس دايرين بيه. غيقول لهم مزيان ملي اعتقلتوني حيت هاد العامين الاخرى كنت عايش الجحيم، واخا كان مليونير كان كيعيش ضغوطات بزاف.
غيقول لهم دخلوني للحبس، حسن ليا من هاد العيشه، باغي نبعد على الماضي ديالي ونبدا صفحه جديده. غيطلبوا منه باش يوريهم الفلوس اللي سرقوا. داكشي اللي غيدير، وغيجبد جوج صنادق ديال الثلج من تحت الارض، واحد فيه فلوس والاخر فيه الوراق ديال الممتلكات ديالو. عطاهم كاع داكشي اللي عنده. حتى رئيس الشرطه قال باللي ولا فقير كما كان قبل من السرقه. في نفس سنه 2007 يعتقلوا اليماو، واحد من العقول اللي خططت لهاد العمليه. في الاول ما غاديش يعرفوه بسبب اللوك جديد اللي دار، ربى اللحيه وطول الشعر. كانوا عنده بزاف ديال الهويات مزوره. ملي كانت الشرطه مراقباه ما كانتش متاكده باللي هو بسبب الشكل الجديد ديالو، ولكن من بعد يتاكدوا باللي هو بالوشام اللي عنده في اليد اليمنى. في الاخير يعتقلوه وغيصادروا جميع الممتلكات والعقارات اللي كانت عنده. في بدايه سنه 2008 الشرطه تقدر توصل باولو سيرجيو اللي كانت الشركه الوهميه بسميتو، ويقدروا يحددوا البلاصه فين كاين، وغيعتقلوه في وكاله ديال كراء السيارات في مدينه هيروزينتي. ملي يعتقلوه يقولوا له حنايا البوليس. كانت ردة الفعل ديالو غريبه شويه. هو هنايا ما غاديش يتيقهم حيت كانوا مدنيين، وغيوريوه الشاره ديال البوليس واخا هكاك ما غاديش يتيقهم، وغيبقى يغوت باللي باغيين يخطفوه. ولكن في الاخير غادي يعتقلوه وغيديوه لمركز الشرطه وغادي يحققوا معاه. تما غيقول البوليس علاش دار ديك ردة الفعل. ولكن قبل سولوه كيفاش حتى قدرتي دير ديك الرخصه بديك التصويره وتقبل منك. قال لهم زورتها. وغيقول لهم ردة الفعل سببها هو تخطف جوج مرات، واللي خطفوه كانوا كيدعاو باللي هما بوليس، وجوج مرات عطاهم فلوس باش يطلقوه. اغلبيه اعضاء اللي كانوا سرقوا البنك سنترال يكونوا متبوعين من العصابات، وكاين اللي ضربوه بالقرطاس بحال مارلي اللي كان مخبي في غابه مده ديال عامين غير باش يهرب من العصابات. المشابه الاخر هو موزيس اللي كان هرب من الحبس مع 53 حباس في القضيه اللي كانت معروفه في البرازيل، ومشارك في السرقه اللي دارت في ساو باولو في 2004. اغلب المجرمين اللي قبطوا قالوا باللي موزيس هو اللي خدمهم. هادشي اللي كيعني باللي موزيس هو اللي جمع اغلب افراد العصابه، كان واحد من رؤوس الحربه ديال هاد العمليه. موزيس كان ذكي وعرف كيفاش يهرب لمده طويله. اعتقلوه في 2009 اي بعد 4 سنين من العمليه. فيقدروا يعرفوا فين كاين على طريق الزوجه ديالو، كانوا كيتصنتوا على المكالمات ديالها، وعرفوا باللي بعض المرات في عطله الاسبوع كتديلو ولدو باش يشوفوا. هنايا غادي يحددوا الموقع ديالو اللي كاين في مدينه سان باولو. يتعرفوا على الطوموبيل ديالو هي الاولى ويتاكدوا باللي كاين. من بعد غادي يخططوا كيفاش يقبطوه. يطلبوا من الحارس باش يصوني عليه ويقول له باللي شي حد من السكان ديال العماره قاص لك الطوموبيل بالغلط. الطوموبيل ديك الوقيته غتكون في لاكاف. يهبط موزيس يدخل السانسور. ملي يفتح السانسور يلقى البوليس كيتسناوه وغيعتقلوا واحد من 3 ديال العقول اللي دبروا العمليه. الثاني كان هو اليما اللي دوينا عليه، والثالث كان هو فرناندينيو اللي غادي نهضروا عليه دابا. كان رئيس ديال واحد العصابه كبيره في ساو باولو، وكان واحد من اكبر تجار المخدرات في المدينه. كان هو الممول ديال عمليه البراكاج، حيت قبل ما يبداو كانوا محتاجين باش يكريو الدار ويديروا شركه، وخصهم معدات باش يديروا نفق والماكله ديال الخدامه. هادشي كامل كان محتاج الفلوس. فرناندينيو يخسر 3 المليون ريال برازيلي باش يمول هاد العمليه. وعلى حساب المعلومات البوليس الحصه ديال فرناندينيو من عمليه البراكاج كانت هي اللي كبيره، فياخذ 15% من داكشي اللي سرقوه، تقريبا 25 مليون ريال برازيلي. وفي عالم العصابات غير كيسمعوا شي واحد ضرب شي صفقه كبيره ديال الفلوس كيولي مستهدف. فرناندينيو يخطفوه شي وحدين لابسين اللباس ديال البوليس، ما عرفوش واش متنكرين ولا من الشرطه الفاسده. من بعد ما يخطفوه يطلبوا من عائلته يدفعوا الفديه قيمه 1 مليون ريال برازيلي. عائلته تعطيهم الفديه ولكن ما غاديش يطلقوه حتى يلقاوه البوليس مقتول في واحد البلاصه. البوليس يقدروا يحددوا الهويات ديال الناس اللي قتلوه ويتضح لهم باللي كانوا من الشرطه الفاسده. من بعد التحقيقات ديال البوليس يعرفوا باللي فرناندينيو موالف كيتعامل مع الشرطه الفاسده، حيت هو تاجر مخدرات وكيعرفوه. السبب اللي خليهم يقتلوه هو كانوا عارفين باللي الا طلقوه غادي ينتقم منه، سيرتو هو تيعرفهم واحد بواحد. ما كانش فرناندينيو العضو الوحيد اللي خطفوه ملي سرقوا البنك سنترال باش ياخذوا الفديه.
كانوا اغلبيتهم مستهدفين من الشرطه الفاسده والعصابات. كانوا كيتمناو لو كان تعتقلوا ودخلوا للحبس احسن ما يبقاو مستهدفين حياتهم كامله. من بين هادو اللي كانوا مستهدفين واحد من اعضاء العصابه سميتو بيدرو يتفاجأ بمجموعه ديال الناس عنده في الباب ديال الدار، باش داروا باللي بوليس، طلبوا منه باش يعطيهم الفلوس اللي سرقوا. وديك اللحظه اللي باغي يفهم شنو واقع غيدخلوا عليه وعلى عائلته وغيضربوه وغيسرقوا كاع الفلوس اللي عنده. داو اكثر من 1 مليون ريال برازيلي. من وراء البراكاج ديال البنك سنترال البرازيل تولي فيها الروينه، حيت التاثير ديالو ما كانش غير على السرقه، يولي الاختطاف والابتزاز. زيد عليها بزاف ديال العصابات يتجهوا بحال هاد العمليات، غيوليو البنوك مستهدفين. الشرطه غيلقاو العشرات ديال الانفاق سنويا. فهنا الشرطه لقات الشبكه الاجراميه وغادي يعتقلوا جميع اعضاء العصابه اللي داروا براكاج البنك سنترال. قدرت الشرطه ترجع 34 مليون ريال برازيلي من الفلوس اللي تسرقات، من الاصل 164 مليون ريال برازيلي، حيت الشفاره داروا عمليات غسل الاموال وشراو عقارات وممتلكات، زائد الفلوس اللي تدفعوا في فديه في هذوك اللي كانوا مختطفين. اغلب المجرمين الا خداو تهمه السرقه غتكون العقوبه في حقهم قليله، حيت العقوبه ديال السرقه في البرازيل قليله ماشي حاجه بزاف، ولكن غسل الاموال العقوبه ديالو كتكون كثيره. فهما جمعوا لهم جميع التهم بين السرقه وغسل الاموال والتزوير. داكشي علاش الاحكام تكون كبيره، كاين فيهم اللي حكموا عليه ب 175 سنه ديال الحبس، يعني المؤبد، والمجموع اللي تحكموا به تقريبا 2270 سنه ديال السجن بيناتهم كاملين. حتى لهنا كون وصلنا لنهايه القصه ديال اليوم. نتلاقاو في قصه اخرى ان شاء الله. السلام عليكم.